جو، وهرقتني بالورق. في ايه؟ البير جيت لي في وقتك يا ابني، ده انا هتجنن في فكره هتموتني. فكره اعلان هنستخدم بيها الشباب بتوع الاجتماع عشان نعملها للاجتماع. عندك مثلا ماجد مجدي الشهير بجده، جامد جده. ماسمو الميلاد، احد شباب الكنيسه اليافعه. حلوه اليافعه دي. مينا مجدي الشهير بمينا مجدي، الكاريزما قتلاه. صحيح، الكاريزما قتلاه جدا. صورة القسيس تاني فيها جدعان. روجينا جميل، احدى البنات الصاعده بقوه الاسانسير. الاربع شباب دول هو اللي هيتبني عليهم فكره فيديو الاعلان ده. انت واثق فيهم قوي يا جو ان هم يعرفوا يشيلوا فكره الاعلان بتاعك؟ عيب، انا هعرفهم لك واحد واحد، دول متفاهمين جدا. ماجد مجدي ده اكتر شخصيه عاقله في الدنيا، شاب محترم بيفكر 1000 مرة قبل ما يصدر منه أي قرار، عمره ما تراجع عن حاجة. العقل كله ماجد مجدي حتى في قلب الاجتماع. أشيك ولد في الحفظية، ماسمو الميلاد، شخصية قوية، الثقة يعني ماسمو الميلاد. لا يمكن أبدا حد ياخد حقه أو يتنمر عليه. محدش يقدر في الاجتماع يعلي عليه بتاتا. شجاع لأقصى درجة، الشجاعة والقوة هي ماسمو الميلاد. ما بيخافش، بيقف في وش الحق ويفتح صدره في وش التخين، يعتمد عليه وقد المسؤولية. الشاب التالت بقى مينا مجدي. مينا مجدي ده عمره ما كان عدواني بالمرة، متسامح لأقصى درجة. عارف يعني ايه تفاهم؟ التفاهم يعني مينا مجدي. من كتر ما هو قنوع وبيرضى باللي عنده، عمره ما بص في حاجة غيره. عينيه دايما في الأرض، عمره ما خد حاجة مش بتاعته ولا اتبلى على حد. نيجي بقى للهدوء كله والحساسية كلها، روجينا جميل. روجينا جميل مع بداية الاجتماع تلاقيها واقفة وبتساعد الناس كلهم، تديهم آيات وتديهم طاقة إيجابية وتديهم تشجيع، وما بتطلبش حاجة منهم. بتعمل كده دايما وهم داخلين وحتى هم خارجين، تخيل، ما بتسيبهمش. ياه، للدرجة دي؟ دي شخصية معطاءة جدا. بقول لك روجينا جميل العطاء كله. نسيت اقول لك كمان ان من هدوء روجينا وانت بتتكلم معاها انت ممكن تنام، ما تحسش اصلا ان هي بتكلمك من كتر هدوء صوتها. طب انت عرفتني على الاربع شباب دول، بس نسيت حاجة مهمة. تعرفني ايه هي فكرة الاعلان. فكرة الاعلان انك في الاجتماع زي بيتك بالظبط، حاسس براحة، مش حاسس باي قيود، تسلية في المحبة، يعني بترنم براحتك، بتاكل من ربنا براحتك، طعام روحي يغذيك انت واخواتك مع بعض وتفرحوا، تلعب آلات موسيقية ومفيش قيود، حاسس انك براحتك، الناس كلها حبايبك. عارف الاجتماع ده بيت الخريج هو بيتك انت. بيت الخريج هو بيتك انت.